السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كنتي أول مرة كتشوف هذه القناة فمرحبا بك. معك طالبة طب سنة ثانية، وفي هذا الفيديو غادي نهضر لكم على كيفاش داز عندي أول نهار من الامتحان الوطني. فكيف ما كتعرفوا كاملين الامتحان الوطني واحد الامتحان اللي كيهولوه لينا بزاف، كيكبروا لينا من الحجم ديالو. ملي كنكونوا صغار كنبقاو نسمعوا الامتحان الوطني والجهوي قبل منه، ولكن الوطني بالضبط كيهولوه بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، العائله، المجتمع بصفه عامه. فكنكونوا بانين عليه واحد الافكار مسبقه، فواخا تكون خادم وقاري دروسك وضابط الامور كتمشي وانت عندك ديك الفكره المسبقه اللي ترسخات عندك من الصغر. فالمهم انا كنت حاولت نتناسى هاد الشيء، وحاولت نقرا على راسي انه امتحان عادي وكلشي غيدوز بخير صافي. ف في الليله ديال الامتحان طبعت الكونفوكاسيون ديالي، وجدت لاكارت ناسيونال، وجدت تروس ديالي، مهم ستيلواتي زرق كحل احمر، داكشي الكامل اللي غنحتاج. مسطره راكم عارفين. المهم انا كنت باك سيونس مات، فباك علمي، دونك غادي نبداو باول ماده كيف ما كتعرفوا، اللي هي الفيزيك. فمهم في الصباح فقت عادي، مهم فطرت الفطور ديالي، قصليت صلاتي، المهم دعيت الله سبحانه وتعالى وتوكلت على الله، مشيت للامتحان الوطني. ف مشينا، المهم راكم عارفين تيكونوا داك الاجواء ديال اي امتحان اجهادي. المهم هضرت شويه مع الناس. كلشي كيكون خايف، هادي كونوا يقين، كلشي كيكون خايف مع اول امتحان في الوطني كامل. كتكون عندك داك الخلعه وهذا، وخصوصا انه كعلميا كيكون عندنا معامل طالع. راه سيونس مات، راه اهم حاجه عندك هو الفيزيك والمات، 7 في الفيزيك و9 في المات. وكنكونوا غالبا كنكونوا حنا سيونس مات خايفين من المات، دونك كنقولوا خصنا نضمنوا نقاطنا في الفيزيك. فصافي جاو الحراس ديال الاساتذه اللي غيحرسونا، بقينا كنتسناو يتفرقوا علينا الوراق، فرقوا علينا الوثائق الوراق. و هنا خير تبدا رحلة الرعب ديال 4 سوايع اللي دوزنا ديال الفيزيك. المهم فرقوا علينا الوراق. المهم كان انا عاوتاني باك 2024، والناس ديال سيونس مات غادي تكونوا غالبا خدمتوا الامتحان ديال 2024 ديال الفيزيك، اللي ما كانش نهائيا نمطي، افكار جداد. داكشي فعلا كان قاصح. كانوا شي 7 الورقات. المهم هاد الشيء ماشي غريب، لا في عند سيونس مات لا عند سيونس فيزيك، ولكن فريمون كان بداو هكا في الشيمي. داكشي ما كيبغيش يخرج ليا. عاوتاني بديت كنخدم الامتحان، السؤال الاول الثاني داكشي كنخدم الورقه الاولى. عمرت تقريبا شي ورقه ونص، داكشي كنحس بيه ما كيخرجش ليا كيف ما خصو يخرج. غير فهمتو كنحاول انني نوصل الجواب، ولكن ما كيوصلش ليا النيشان. بدلت لا كالكولاتريس، عاودت فورماتيتها، بديت عاوتاني كنحسب داكشي ما كيخرجش ليا. صافي هنا بديت بانيكيت فعلا، بانيكيت واحد البانيك. والحاجه اللي ما خصهاش توقع عليكم، البانيك كتقتل. صافي كتحس براسك الامتحان ضاع منك، صافي تتلف. كنصحكم بشده، ما عرفتي شي حاجه حبس، واخا دقيقه 2 دقائق من 4 سوايع ولا 3 سوايع ما غتاخديك حتى حاجه. حبس، تنفس، شرب شويه الماء، ديو معاكم هكا كركاع زبيب شي حاجه حلوه طلعوا بها السكر. مهم صافي طلبت ورقه اخرى جديده ديال التحرير، وعاودت بديت عاودت بديت داكشي.
حتى الحمد لله داكشي كيخرج ليا صافي. ولكن المشكل اللي كان عندي هو انه ضاع مني بزاف ديال الوقت، بزاف اللي زعما كثر من تقريبا 45 دقيقه اللي ما خديتش نجلس في الشيمي 45 دقيقه. اما باقي لي النوكليير، باقي لي لي زوند، باقي لي الميكانيك، باقي لي الالكتريسيتي، يعني راه باقي لي اكثر من نص ديال الامتحان. آه صافي. المهم بديت كنخدم الحمد لله، شي بدات كتخرج، بقاو لي منها شي اسئله. بديت عاوتاني في لي زوند، ولكن تقريبا بزاف الاسئله ما كيخرجوش ليا، حيت داكشي نهائيا ما كانش نمطي. وحاجه اخرى، حتى فاش كنقول صافي غادي ندوز باش نجمع النقاط، ما امكن هذه حاجه خصكم ديروها بطبيعه الحال، انكم ما فهمتيش الحاجه دوز وحاول تجمع اكبر عدد من النقاط، ولكن عاوتاني بالعقل، ماشي غير دوز باش ندوز، حيت بقيتي كدوز دوز 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 راه ما غاديش تخدم حتى حاجه. دونك حاول تخدم، ولكن ما تبقاش معاها اكثر، ما تعطيش للحاجه وزن، ما تعطيش للحاجه اكثر من قيمتها، من وقتها. حيت الامتحان في الامتحان راك ماشي في مسابقه، راه خصك تجمع اكبر عدد من النقاط، ماشي تحدى راسك. هادشي اللي كنقصد لكم. فالمهم بديت كنخدم. وصلت عاوتاني للميكانيك. الميكانيك، هنا بغيت نشير لحاجه اخرى، انه الميكانيك كانت حطات لينا لا روتاسيون، ولا روتاسيون كان واحد الدرس اللي الاساتذه ما كانوش كيركزوا لينا عليه بزاف. فنصيحتي ليكم ما تقولوش هذا الدرس ما كيتحطش، او لا المهم ما كيتحطش في الوطنيات. هذيك الهضره ما تصنتوش ليها. واخا ما يخدموش معكم الاساتذه في القسم ولا في سوايع شي كور، انت بقى عندك الوقت وقادر انك خدم داك الكور، خدم عليه تمارين، ما تهمل حتى حاجه. حيت حنا في المثال ديالنا في الروتاسيون. فصافي. كنرجع لداك الاسئله اللي ما عرفتش، حاولت، مهم درت جهدي، درت اللي عليا. صافي تسالى الوقت ديال الامتحان، خرجت صراحه مدمره بزاف. صافي هكا فيا البكيه، دموعي على عينيا. صافي كنحس شنو لكم، كنحس بصافي بالوطني ضاع، النقطه اللي كنت كنحلم بيها، ولي سوي ولي كونكور والمدارس ضاعوا. للاسف كنت خرجت هكا كنشوف الناس كنعرفهم وفي اقسام اخرين، المهم فرحانين وكيقولوا خدمنا وهذا. كنسمع بانهم خدموا، المهم بطريقه او باخرى، راكم فهمتوني. وصافي ديك الساعه كتحس حرفيا بالدمار. وهادشي ماشي حساد ولا شي حاجه، وانما كتقول صافي مادام ان الاغلبيه خدم مزيان وخارج فرحان، كتقول صافي لي سوي غادي يطلعوا. ما غاديش نجيب النقطه اللي انا كنت باغي. صافي هادوما الافكار اللي كيبقاو يدوروا في دماغك. ولكن وصلوا ليا مزيان على هادشي اللي غنقول، وصنتوا ليا مزيان. اللي ما كنت عارفه انه بعد ما خرجوا النتائج، انه واخا هادوك الناس خرجوا من الامتحان وكيقولوا انهم خدموا وخارجين واثقين راسهم ومتاكدين انهم يجيبوا نقاط واعره وداك الشيء، في الاخير جبنا تقريبا كاملين نفس النقاط في داك الوطني ديال الفيزيك، رغم انني خدمت راسي، ما اعتمدت